السفر انواع، في ناس بتسافر اجازه عشان تفصل، وفي ناس بتسافر عشان مناظر طبيعيه. كل دول ملناش دعوه بيهم، لينا دعوه ببتوع الاكل. اليوم نتحدث عن أكل في سمرقند. اهلا وسهلا بيكم في اول يوم لينا هنا في اوزبكستان. الاكل يعتبر جزء لا يتجزأ من ثقافه اي دوله، بعتبره جزء مهم في اي رحله ليا في اي بلد. طعمه جامد. النهارده احنا في اوزبكستان، واحده من البلاد المميزه في حته الاكل. في الفيديو ده هنكتشف ونتعرف على لحم الحصان وليه بياكلوه هنا في وسط اسيا، وانواع العيش الغريبه واكلاتهم الشعبيه. اهلا بكم في جوله الاكل في اوزبكستان. وبدأنا جولة الأكل بتاعتنا في مدينة سمرقند. بدأنا أول وجبة وهي اللافش. تجربة الأكل الشارع لازم نجرب الفاست فود بتاعهم، عندهم حاجة اسمها لافش. تعالى بقى نجرب اللافش دي ونعرف ما هي قصة اللافش. For you, 3 big big lava. Yes. Okay. ودي بتتقدم بشكلين. وبدأنا بأول نوع وهو اللي شبه سندوتشات الشاورما، محطوط في عيش صاج. طبعا يا جماعة اللافش جه وأنا الصراحة ما كنتش قادر، وإيه قلت أديله كام قطمة عشان أديكم الريفيو على السريع. ده عبارة عن لحمة وبيحطوا السلطة زي السلطة المصرية عندنا، طماطم بصل مش عارف إيه وكده، وفي تقريبا كرومب. أنا مش عارف ليه في كرومب جوه، ولكن هو في كرومب. هو اللافش هو يعتبر شاورما سوري بالظبط، يعني حتى الراب نفسها شكل شبه السندوتش السوري جدا. بس فخلينا نجرب ونشوف الطعم بتاعه هل يستحق الأكل ولا لا يستحق. بسم الله. والله هو لذيذ، ولكن ستظل التومية هي الشيء الوحيد اللي ممكن يتحط مع الشاورما. الشاورما تومية، لكن هو هنا حاطط تقريبا كاتشب على زبادي على حاجات غريبة، ولكن طعمها لذيذ، يعني سناك خفيفة لو انت في نص اليوم كده تقدر تاكلها. وجربنا نوع لافش تاني من محل تاني، وده العيش بتاعه بيبقى مختلف، بيبقى عيش اسمه لافش. طيب بصوا ده بقى السندوتش اللي اسمه ايه؟ سندوتش شاورما. دلوقتي احنا هناكل السندوتش ده شاورما، ولكن معمول بطريقه تانية، معمول في العيش بتاعهم ده. العيش بتاعهم ده شبه العيش بلدي عندنا بس تخين قوي. يعني ايه؟ بيحطوا كمان بيحط العيش في التوستر ده، فبقى جامد قوي. بص بقى من فوق محطوط ايه؟ شيبسي وحبه فراخ شاورما وخيار وطماطم ومايونيز وكاتشب. سندوتش عادي جدا، مش شاورما قوي، ولكن نفس طريقه عمل الشاورما على سيخ وكده. خلينا نجرب ونقول لكم عامل ازاي. ده تتبيلته احسن من اللي فات. الموضوع طعم يختلف من محل للاخر، لكن هو زي الشاورما بتاعتنا لذيذ. لو جاي هنا سمرقند او اوزبكستان كلها لازم تجربه. يعني هنا عندهم التفاكولا الصاروخ. هنا الحاجة الساعة المشروب الرسمي بتاعهم كل حته. بعد ما خلصنا اتمشينا في مدينة سمرقند الجميلة، وتعرفنا على تاريخها وناسها وأماكنها. ده هيكون في الجزء الثاني من فيديو اوزبكستان. بس ده كده اللافش. يلا بقى نروح نجرب العيش، ششلك، سمسة، حاجات تانية كتير. يلا بينا. بعدين طلعنا على واحد من أكبر المخابز في سمرقند. دلوقتي احنا وصلنا واحد من أكبر الأفران في سمرقند، بيعملوا العيش بتاعهم. العيش بتاعهم ده حاجة ليه قصة لوحده، فخلينا أوريكم المكان عامل إزاي. أنواع العيش في وسط آسيا كتير قوي، ويجب أن يكون على مائدتنا شيء واحد دائما، هذا هو الخبز. بيعملوا هنا 17,000 رغيف في اليوم، رقم مرعب. بص بقى كم الناس اللي شغالين هنا. عارفين الناس دي عندها قدرة تحمل للحرارة غير طبيعية، درجة الحرارة جوه التندور خرافية. وسمرقند اشتهر بخبز واحد، خبز خاص الذي يسمى باسم خبز جلا آسيا، وشكله أيضا يختلف عن شكل الأخباز الآخر في جمهورية أوزبكستان. يلا إن شاء الله سنرى. كما نرى بعدما يطحنون هذا العجين يقسمون كل حبة، يجب أن يكون كيلو و300 جرام بأيديهم. أولا يعطون الشكل، ويوجد عندهم ختم، يضعون ختم عليه بشكل أزحار. تعالوا بقى، ده حتة رغيف عيش جديد، تعالى بقى ندوق. العيش سميك أوي أوي، عشان كده الرغيف 1.5 كيلو. بس طعمه جامد، يعني طعمه جامد. لو جاي سمرقند دي حاجة من الحاجات، خاصة لو أنت جاي تجرب الأكل عندهم مختلف. وده اتحركنا على العاصمة طشقند عشان نجرب أشهر وجبة في وسط آسيا، وجبة البلوف، اللي بيقدموا فيها لحم الحصان مع الوجبة.
دلوقتي احنا وصلنا بيشكو زون. بيشكو زون هنا بقى بيعملوا اغرب وجبه موجوده في وسط اسيا وهي البلوف. ما هو البلوف ببساطه؟ هو رز وجزر، حبه زبيب وبيض وورق عنب ولحمه حصان. وده المميز عندهم، لحم الحصان. والمميز اكتر هو طريقه عمل الوجبه. اول حاجه لما بيصحوا الصبح بيبداوا الشغل تقريبا من الساعه 5 الفجر، يبداوا يقطعوا بقى كل حاجه لان الكميات بتبقى كبيره قوي. يعني الحله اللي هناك دي وزنها تقريبا 1.5 طن. حجم الطبق خرافي. يعني ده دراعي حرفيا، دراعي هو عمق الطاسه، والحله من دول لوحدهم حله. فانت تخيل انت بقى حجم البتاع ده عامل ازاي. انا ممكن اخد سيلفي كده عشان اوريكم. وهنا بقى النار بتاعتهم مش غاز ولا اي حاجه، ولكن هي حطب. بيجيبوا الخشب ده هنا بيقعدوا يكسروه، وبعدها بييجوا يحطوه هنا، وده اللي بيولعوا بيه كل العيون دي كلها. العيون كلها بصاصه، خلقه عايزه في عينها رصاصه. ده عندهم هنا كده اللحمه، بيحطوا اللحمه قطع كبيره جدا، بيحطوها بشحمها، ده بيخلي الوجبه دسمه جدا. يحطوا 40 لتر زيت. وهنا البصل، كل ده جرد الجزر. يعني انتوا شايفين الكميات عامله ازاي؟ وبعدين يبداوا يزودوا الجزر والزبيب. كميات ضخمه في المكان ومجهود جبار. في الاخر خالص بيدفنوا الوجبه كلها بالرز، بيسيبوها ساعتين، والرز من كتر الدهون بقى لونه اصفر. الوجبه دسمه لدرجه مرعبه، حرفيا اللي انت شايفه دلوقتي ده دهون وزيت. الفرن الكبير مفيش حد بيقدر يشتغل عليه غير الراجل ده. الراجل ده شغال في المكان بقاله 15 سنه، الناس بتيجي من انحاء العالم تتصور معاه هو مخصوص. وجه الوقت اللي هنجرب فيه لحم الحصان، عشان البتاع غير مطمن بالمره. احنا ايه، خلينا ناكل حته صغيره. يلا بينا. اول حاجه طعمه يعتبر لحمه عاديه بس شبه اللحمه البارده، اللي هي لما ايه تلاقيها كده بتشد معاك ومضغه صعبه شويه، بس يعني ما يعتبرش شيء يعني عادي، اوكي شغال. بس اوفرول البلوف برضو اوفر ريتد. بعد ما خلصنا تجربه البلوف ولحم الحصان، اتفرجنا على غروب الشمس في ميدان وجستان. بعدين اتحركنا عشان نجرب اخر واهم حاجه في رحلتنا، وهي اللحوم. بقى يا جدعان الناس دي ملوك اللحمه، الناس دي في اللحمه ما بيهزروش. كل انواع اللحمه اللي انت ممكن تتخيلها هتلاقيها عندهم هنا. تعالى بقى نجرب الشاشلك والكباب. بيقول لي اختار الشاشلك بتاعك. this one شاشلك. one kebab. beef يا. انا بقى بتختار الايه، السيخ بتاعك. السيخ الواحد الكباب ب 18,000 اللي هو $1.50، اللي هو تقريبا 42 جنيه مصري لو انت من مصر بتتفرج عليها. والشاشلك اللي هو الكفته عندنا 15,000 اللي هو يعتبر $1.25، اللي هو يعتبر 30 جنيه السيخ كامل. سعر الصراحه مناسبه جدا. وهنا عندهم اللحمه مفيش اكتر منها. خلينا نجربهم. هيتبقى لنا حاجه واحده بس، هي السمسه، وهي عباره عن سمبوسه ولكن بالعيش بتاعهم بطريقه مختلفه شويه بس نفس الطعم. في حاجه تانية عندهم لذيذه، ان هم عندهم الشاي بيطلبوه مع الاكل. احنا عندنا مثلا في مصر الدول العربيه بنجيب الشاي نشربه بعد الاكل، لكن هنا تيجي تطلب مثلا اكل يقول لك ايه، اجيب لك شاي. سعر جرد للشاي، براد الشاي ب 2000 اللي هو يعتبر 6 جنيه 7 جنيه بالكتير قوي، $0.3 تقريبا. والغريب بقى اكتر ان هم بيشربوه في طبق. يعني دي قصه تانية خالص. بس الاكل خلاص ناقص له دقيقتين جيلنا وننطلق الى الكباب والشاشلك واللحوم كلها. وصل الكباب. السيخ مش كبير قوي زي ما الواحد كان متخيل، ولكن لذيذ. ده سيخ لحمه، لا سيخ اللحمه كويس بالنسبه لسعره، وحتى الكفته. وجايب لنا النون، ده عيش تاني غير العيش السمرقندي اللي صورناه. خلونا بقى ايه نجرب تجربه الكفته او الشاشلك والكباب. يا جماعه بصوا، دي كده الكميه دي كلها، ده كباب وكفته يعتبروا $3، يعني 120 جنيه. لا بقى نجرب الايه، الكباب. اول حاجه تلاحظها في الكباب ان هم مش مجرد بيحطوا الكباب لوحده، بيستخدموا السمنه او السمين بتاع بتاع الخروف. بيحطوا حته كباب حته سمنه، حته كباب حته سمنه، وده بيدي الطعم يبقى مميز شويه. لا بقى ايه، حط نجرب. جامد والله، لذيذ. اديله 10 من 10. جرب الكفته بقى عشان ايه نخلص اليوم بتاعنا اللذيذ. الكفته عندهم الصراحه يعني دي مش اول مره برضه، يعني عشان تبقوا عارفين دي مش اول مره اجربهم هنا. ده اخر يوم لينا في سمرقند، بس قلت ايه لازم اصور لكم التجربه.
شفت هنا حوار تاني خالص. بس الغريب انا بحب اخد الحاجات دي بطحينه، بس هم هنا ما عندهمش طحينه، هنا بيقدموا معانا ايه؟ بصل بس. فانت بقى تاخد النان ده، خد لك لقمه بالايه؟ بالكلام ده بس. ودي كده هتبقى تجربه الاكل بتاعتنا في اوزبكستان. في نهايه الفيديو بتاعنا، عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتتابعنا وتعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتبعت لاصحابك وتبعت لاخواتك وتخليهم يتفرجوا علينا ويشوفوا الفيديوهات القديمه ويشوفوا الفيديوهات الجديده. وكده انا بعمل الايه اوترو زي الدحيح. اشوفكم في فيديو جديد، سلام. وده كده يبقى نهايه الفيديو بتاع الاكل. انتظروا الفيديو الجاي، الجزء الثاني من فيديو اوزبكستان. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.